وأما الأصغر فلا ينقل عن الملة. فالشرك الأكبر هو الذي يصادم أصل الإسلام، وأما الأصغر فهو الذي يصادم كمال الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه قال الراوي رضي الله عنه: وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وأخرجه مسلم بلفظ: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا رضي الله عنه: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ففي الحالتين على حسب الروايتين ذكر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ذكر المنطوق ذكر المفهوم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قال: وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. قال أيضا كما في رواية مسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يدعو من مات وهو يدعو، من شرطية، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فهي تفيد العموم للذكر والأنثى. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار تفيد العموم للذكر والأنثى. يدعو، الدعاء هنا هو السؤال، يقال دعاه إذا سأله أو استغاث به. والند المثل والشبيه، من دعا لله ندا فإنه يدخله الله النار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فيخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به، نبيا كان هذا الند أو كان غيره، واستمر على ذلك إلى الممات، أي لم يتب منه قبل الممات. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وحاله عند موته أنه يدعو لله ندا، يعني لم يتب من هذا قبل الممات. أما لو تاب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وأما إذا لم يتب من هذا الدعاء لغير الله تبارك وتعالى قبل أن يموت فإن مصيره إلى النار، لأنه مشرك. واتخاذ الند على نوعين: الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر صاحبه مخلد في النار. والثاني ما كان من الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة. والصواب في أمثال هذه أن يأتي بثم، ما شاء الله ثم شئت، أو ثم شاء فلان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التسوية بالعطف بالواو تنديد، فقال: أجعلتني لله ندا، لما قال الرجل بين يديه: ما شاء الله وشاء محمد، قال: أجعلتني لله ندا. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر الكبير المخرج منه، أنه إن كنت لابد قائلا فقل ما شاء الله ثم شاء فلان. ولكن بعض الناس يقع أحيانا في مخالفات، لأنه يأتي بعبادات لا تصح إلا لله تبارك وتعالى، كالتوكل مثلا،
ويقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لا يجوز أيضا ولو أتى بثم، لأن التوكل لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى. حتى لو جاء بثم فقد شرك أيضا، فقد ندد أيضا، لأن التوكل لا يصح أن يكون إلا على الله تبارك وتعالى. كذلك يسير الرياء، وهذا الشرك الأصغر لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها من أتى به، ولكنه معه أصل التوحيد، لأن الشرك الأصغر كما مر لا يصادم أصل الإسلام، وإنما يصادم كمال الإسلام. فإذا لم يغفره الله تبارك وتعالى له وعذبه به فإنه يخرجه من النار يوما من الدهر. الدعاء قسمان: الأول دعاء عبادة، والثاني دعاء مسألة. دعاء العبادة مثاله الصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات، فمن صلى فقد دعا ربه بلسان الحال فيقال هذا دعاء عبادة. فمن صلى فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له وأن يجيره من عذابه وأن يعطيه من نواله. والثاني دعاء المسألة، فهذا ليس كله شركا إن وقع لغير الله، بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك، كقولك اسقني ماء لمن يستطيع ذلك. وأما إن كان قد دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة. فأمر الشرك كبير والوقوع فيه كثير، نسأل الله أن يعصمنا من هذا ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. الناس يسألون الأموات، والأموات لا يقدرون على شيء، ويسألون الغائبين من الأحياء وهم غير حاضرين لا يقدرون على شيء، ويعتقدون في كثير من المقبورين وفي كثير من الصالحين أنهم يستطيعون أمورا لا يقدر عليها إلا الله، فقد يطلبون من بعض الصالحين التماس بركتهم، يطلبون منهم أمورا لا يصح أن تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وكذلك يتوجهون إلى الأضرحة والمقابر يطلبون من المقبورين المال والسعة في الرزق والصحة في البدن ونجابة الولد إلى غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. هذا شرك أكبر، هذا ناقل عن الملة، والناس يستهينون به استهانة عجيبة. وقد زين علماء السوء لهم أمثال هذه الأمور لما وقعوا هم فيها، فإنهم يأتون بأمثال هذه الأمور أمام العوام والجهال وأمام من يحسنون بهم الظن، فيجترئون على الطلب والدعاء لغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا خطره كما رأيت كبير جدا، لأنه من مات على هذا ولم يتب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا أدخله الله النار. فهذا موجب لدخول النار مع الخلود فيها، لأنه شرك أكبر ناقل عن الملة، فأمره كبير جدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مناسبة الحديث للباب أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره، والباب في الخوف من الشرك، وهذا الحديث فيه تخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره وأن مآله إلى النار. ويستفاد من الحديث التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت. ويستفاد منه أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا أو ملكا فقد جعل لله تبارك وتعالى ندا. ويستفاد من الحديث أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، لا يقال كما يقال في سائر المعاصي دون الشرك إنه في المشيئة وتحت المشيئة،
إذا شاء الله تبارك وتعالى غفره وإذا شاء عذب عليه. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.